علشان ما يدفعش الدين، الراجل الغني صمم بيته على شكلين. أول ما حد يجي يطالبه بالدين على طول يحول القصر بتاعه لحي عشوائي. تشارلي كان شحات محترف، كل يوم يتنكر في شكل أعمى ويقف في الشارع يشحت. بس الشغل ده ما كانش سهل عشان دايما في بلطجية عايزين يستغلوه. علشان ما يتفضحش بعد الشغل كمان كان يتنكر كأعمى، ولما شاف نفسه هيتكشف بسرعة خبى الذهب في الخزنة. بعدين نزل المفتاح اللي على الجنب. الأوضة الفخمة اتغيرت وبقت شكلها مهدمة. بعد ما خلص كل التجهيزات دخل صاحب الدين علشان يبين إنه فقير، لدرجة إنه حاول يستلف من الراجل. وهو شايف البيت المهدود الدائن ما قدرش يعمل حاجة. طلع الكراسة وبدأ يحسب الفوائد على تشارلي، لكن أول ما قعد على تابوت خشب اتشقلب 360 درجة. اتفاجئ جدا، بالغلط ضغط على مفتاح تاني. البوتاجاز رجع يلف وهو فاكر إن عينه اللي بتلعب فيه. وفي اللحظة اللي بعدها كل حيطان البيت بدأت تتشقلب. المنظر المرعب خلاه يجري على طول. بعد ما الدائن مشي رجع تشارلي يستمتع يعد الفلوس، لكنه ما كانش عارف إن جشعه كان متشاف من القطط السوداء. علشان ياكل تشارلي، القط الأسود ركب سنان ذهب في بقه وحط بقه على فتحة الكهف. ولما تشارلي الطماع عرف، جري بسرعة ناحيته من غير ما يفكر. والنتيجة إن القط الأسود أكله